السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم على قناة عطري. تم الإعلان عن طريق الشبكة العنكبوتية وعلى الطريق الأونلاين عن نتائج أفضل عطور 2022. اليوم بنتكلم على 5 منها في هذه الحلقة. فهرنهايت من ديور، غريب جدا، إصدار قديم جدا هذا العطر، وما زال إلى هذه اللحظة يعتبر ناجح ويعتبر عشق لدى كثير من الرجال والشباب. فهرنهايت غني عن التعريف. فهرنهايت عطر مجرد رشة عطر منه أو رشة بخة بأنه يرجعك لعالم جميل من أيام الثمانينات. أيضا هذا العطر الرائع الجميل من زهرة الفايلوت اللي تعتبر الزهرة الأساسية في هذا العطر، بالإضافة إلى جوزة الطيب والبابونج في هذا العطر، والمندرين أيضا مع البيرغموت، وأوراق البنفسجي اللي هو الفايلوت مع اللذر، مسوين هذا العطر الرائع الجميل. إصدارك إذا بتكلم عن الفوحان، فوحانه تقريبا ساعة ونص ساعتين، وثباته ما شاء الله، يعني تقدر تقولوا من 7 إلى 8 ساعات أداء متوسط جميل جدا هذا العطر من فهرنهايت. نعم، ما زال إن هذا العطر يصنف على أنه من أفضل العطور لعام 22 رغم إصدار القديم. هذا العطر اللي هو أكوا ديجيو جورجو أرماني بورفومو، هذا العطر اللي تكلمت عنه من فترة بسيطة، يستعمل لكل فصول السنة. الفترة الليلية هذا العطر من نوتة البحر الأكوا موجودة في هذا العطر، مع البيرغموت ومع إكليل الجبل اللي موجود في هذا العطر، مع أيضا البخور اللي هي حدد صيغة هذا العطر مع الباتشولي، سووا هذا العطر الخلاب الجميل منه. عطر رجولي شبابي، تشعر ان فيه شيء من النعناع، عطر بارد جدا، ولكن هذا العطر فعلا يعتبر من اجمل اصدارات العالم في العطور، وصنف ايضا من اجمل العطور بنتائج 2022. بلو شانيل الإيدو بيرفيوم، كثير تضاربوا عنه الأقوال، ولكن ما زال في الإعلان الأخير عن أفضل عطور 22 عند العالم صار هذا العطر في القائمة. الاي دي بي منه، مش الايدي تويلت، الاي دي بي من بلو شانيل. العطر هذا عطر مميز عند الشباب، كثير يحبونه، فئة كثيرة من العالم، مقارب لنفسه جدا، لا يضايق، عطر مقرب جدا لأرواحهم، وعطر فخم جدا جدا، من العطور الجميلة اللي مكوناتها تقدر تقول جريب فروت، الليمون في هذا العطر واضح، النعناع واضح جدا في هذا العطر، مع الفلفل الوردي والبيرغموت والزنجبيل وجوزة الطيب والشمام، وأيضا البخور والباتشولي حاطينه في هذا العطر. من العطور الرائعة الجميلة، وتعتبر أيضا أداء أفضل بكثير من الإيدو بيرفيوم، وأفضل في الرائحة من البارفوم. أيضا تم الإعلان عن هذا العطر تريدي هيرمز الإيدي تويلت، أول إصدار لهم، إنه يعتبر من أجمل العطور اللي صنفوها الشباب ل 2022 كأفضل العطور. العطر هذا طبعا غني عن التعريف، وأنا تكلمت عنه مرات سابقة كثيرة، ولكن بما أنه هو ضمن القائمة بنتكلم عنه اليوم، اللي مكوناته تعتبر من أغرب المكونات، وكان لاين غريب شوي، أخذ مسلك آخر فحبوه العالم لغرابته. هذا مكون من البرتقال اللي بدأ يتعفن، اللي بدأ يفسد، يسمونه الإيرثي أورنج. هذا العطر عطر فخم جدا مميز لأصحاب الشخصية القوية المختلف بكل المعايير. والأجمل في هذا العطر أعزائي المشاهدين إن كل ما تحطه يمر عليه وقت يصبح أجمل وأجمل وأجمل. هذا العطر اللي من تريدي هيرمز من هيرمز يعتبر من أجمل العطور وأنقاها على الإطلاق من هذه السلسلة. العطر الأخير في حلقة اليوم الذي أخذ الصدارة في القائمة عمول في التصويتات، ديور هوم انتنس، في غاية الجمال. باختصار شديد، تبغى عطر رائع، رومانسي، راقي، فخم، يتحدث عنك، هذا العطر جميل جدا. أداء متوسط، فوحانه جميل أيضا، لا يقل عن ساعتين، ممكن أتمادى في بعض الشيء 2.5 ساعات، وثباته لا يقل عن 8 ساعات. ولكن من العطور الفخمة ديور يوم تخلكم من الإصدارات الخاصة، صراحة أتكلم معاكم، إصدارات ديور اللي في السوق رائعة جميلة، يعني كيف لا، وهي أيقونة العالم في العطور، ديور هوم القديم اللي كان إصداره في 2000
و5 حسبما أذكر، الله أعلم، تقريبا حسبما تسعني الذاكرة. ولكن من هذا العطور الخزامة مع آيرس الرائع اللي أول من نعرف عن طريق ديور، مع زهرة الكمثرى موجودة في هذا العطر، وخشب الأرز والفتفر بنسبة بسيطة جدا رائعة وفي غاية الجمال. العطر بودري راقي جميل سويتي وشوي، ولكن من العطور الفخمة الجميلة. اتكلمنا في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين عن نتائج أفضل عطور 2022 اللي أخذناها من المواقع على طريق الأونلاين. تقبلوا أنا مني أخوكم طارق الأسمى كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.